رحت مكلمة جوزها وقلت له: بص يا فلان، مراتك صاحبتي وحبيبتي بس الحق حق. أنا شاكة في تصرفاتها وما بترضاش تحكي لي حاجة، وأنا خايفة على شكلك وسمعتك. الراجل طبعا اتصدم وبدأ يركز، وأول ما مسك تليفون مراته وشاف الرسايل والصور القديمة اللي الواد بعتها، عينك ما تشوف إلا النور. من غير تفاهم كلم أهلها، حكالهم الفضيحة ورمى عليها يمين الطلاق وطردها بره البيت. ولحسن حظي ما كانش بينهم عيال. المهم صاحبتي كلمتني تاني منهارة: انت مش قلتي انه مسح الحاجة؟ رديت عليها ببرود: تستهلي، كان لازم تكوني صريحة من الأول. ومن هنا بدأت خطتي التانية. قربت من جوزها، قصدي طليقها، وعشت دور الحنينة اللي بتواسيه في صدمته وبحاول أخرجه من اللي هو فيه. وبما إني متطلقة زيه وظروفنا واحدة، الموضوع مشي بسرعة. خطبني. حسيت إنه عوض ربنا ليا، راجل حنين ومحترم. وطبعا قطعت علاقتي بصاحبتي تماما، ما هي عمرها ما هتحبلي الخير أبدا. بس يا فرحة ما تمت. الواد القديم اللي كان عايز يتجوز صاحبتي راح اتقدم لها عند أهلها، وهي رفضته وطردته وقالت لأهلها إن كل ده كان ماضي وانتهى. الواد اتغاظ وقرر ينتقم مني عشان شايف إن أنا السبب. راح عامل إيه؟ بعت سكرين شوتس بكل المحادثات اللي بيني وبينه. لمين؟ لخطيبي جوزها. بعت له كل تخطيطي، وإني أنا اللي قلت له ابعت الصور عشان جوزها يشوفه وتتطلق. خطيبي لما شاف الرسايل فهم اللعبة كلها، عرف إن مراته كانت مظلومة، وإن الموضوع كان تهديد قديم، وإن أنا اللي ولعتها نار. حاولت أدافع عن نفسي وأقول له هي قابلته وهي على ذمتك مرتين، بس هو كان خلاص شاف إني حية وخاينة لصاحبتي. قال لي أنتي خربتي بيتي وكنتي السبب في طلاق مراتي ظلم منك لله، وسابني. ومش بس كده، ده حاول يرجع لمراته ويعتذر لها، بس هي رفضت ترجع له عشان كسرها وفضحها. حاولت أكلمه تاني وأقول له حرام عليك تظلمني كده، أنا كنت بنقذك منها. قال لي أنتي دمرتي حياتي، مش عايزة أشوف وشك. حتى الواد اللي اتفقت معاه كلمته وهزقته وبهدلته، راح شتمني وعمل لي بلوك. دلوقتي أنا خسرت صاحبتي الوحيدة، وخسرت الراجل الوحيد اللي حبيته وقدرته. وأنا فعلا ندمانة على كل اللي عملته عشانه، وفي الآخر يظلمني الظلم ده كله ويسيبني. هو أنا كده غلطت لما كشفت له حقيقة مراته؟ مش أنا كده حميته من واحدة كانت بتنزل تقابل حبيبها القديم، ويا عالم كان إيه اللي بيحصل بينهم؟ أنا شايفة إني ما غلطتش. انتوا رأيكوا إيه؟